هاي، ازيكم يا بنات؟ رجعت لكم تاني، وفي الفيديو دوت هيبقى فيديو قصير هكمل لكم فيه مشترياتي للعيد. هكلمكم عن ايه هي الحاجات الموضه اللي انا اشتريتها من الشوزات والشنط. اول حاجه هكلمكم عنها هما الصابوهات. طبعا اكيد شفتوهم في كل المحلات واونلاين ومش اونلاين، نازلين موضه بطريقه فظيعه. انتشروا في الاول اللي هما الجلد والفرو. بس انا صراحة ما حبيتش الفرو قوي، حسيت ان هو ما ينفعش يتخرج بيه قوي، بس هو ستيل موضة وناس كتير بتخرج بيه كاجوال وكلاسيك وكل حاجة. بس فعلا عجبني قوي ان هما نزلوا منه اشكال تانية، وكمان اشكال كلاسيك تقدري تلبسيها في كل مكان. فانا عجبني قوي الستايل دوت اللي هو بيبقى هندي شوية، اللي هو المطرز. طبعا التطريز نازل موضة جدا الصيف دوت، سواء على الهدوم او الشوزات او الشنط، نازل بطريقة رهيبة، بالذات الشغل المانيوال. فعجبني جدا الشوز دوت. تمام، او تصابوه يعني. عجبني فيه ان هو زي ما انتم شايفين الوان كتير، فمش هيقيدني ان انا البسه على حاجة معينة، هقدر البسه على اي حاجة. وكمان عجبني فيه كعبه ان هو عامل كده مش على الارض قوي، وانا كمان اللي هو بالخوص دوت نازلين موضة جدا، ومن تحت جلد زي ما انتم شايفين، فعجبني جدا. طبعا للاسف، بس الحاجة المش كويسة في الموضة دي يعني ان هما نازلين بسعر غالي جدا. يعني هتلاقي دلوقتي البالرينات والكوتشيهات بقت رخصت جدا، وبقى دلوقتي اغلى حاجة في اي محل شوزات هما الصابوهات المفتوحة دي، لان هي فعلا نزلت موضة بطريقة رهيبة، وكل الفاشونيستا وكل الفاشن بلوجرز واليوتيوبرز هتلاقيهم لابسين السليبر دوت على اي حاجة. على فكرة يعني يعني متعتقديش ان هو ما يتلبس مثلا كلاسيك، لا بيتلبس على كل حاجة، وبيبقى شكله حلو جدا، وفعلا شكله جميل جدا. ده بقى انا جبته منين؟ ده جبته من باكسي. وادخلوا برضو على الصفحة بتاعتهم على على الفيسبوك وعلى الانستجرام عشان تعرفوا ايه الحاجات اللي عندهم. سعره كام؟ ده كان ب280. هو سعره غالي شوية، بس صراحة انا شفت حاجات اقل بس ما كانش عاجبني جودتها. بس انا عجبني فيه ان هو طبي، وعجبني نعله قوي، فجبته وحسيت ان هو مميز عن الحاجات التانية السادة، فجميل قوي وعجبني زي ما انتم شايفين عامل كده، فجميل قوي. وانصحكم برضو لو انتي عايزة تبقي ماشية على الموضة قوي يعني، وعايزة تجيبي حاجات جديدة وتليق على كل حاجة، لو جبتي من الستايل دوت ما تجيبيش لون معين. حاولي تجيبي يا اما مثلا يا اما اسود، سيلفر، ذهبي، يا اما تجيبي حاجات ملونة، لكن ما تجيبيش اي لون احمر او مثلا او ازرق او اي لون اخضر، عشان ما يقلكيش ان انت تلبسيه على حاجة واحدة بس. لا، هاتي حاجة تقدري تلبسيها على كذا طقم عندك، وتكون في نفس الوقت شيك وحلو. بدل ما تجيبي مثلا 5 شوزات، هاتي شوز واحدة يكون سعرها غالي شوية، بس تقدر تلبسيها مع كل حاجة. فدي اول حاجة انا جبتها للعيد. وبرضو تابعوني على الانستجرام، هنزل لكم برضو ازاي انا بقدر انسق الحاجات ديت على بعضيها، وازاي بقدر البسها مع كل حاجة. تاني حاجة انا جبتها هو الصندل دوت. برضو على فكرة كل الصنادل وكل الشوزات اللي هي فيها خطوط عريضة نازلين موضة جدا 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 في الصيف دوت. هتلاقوا منها في السلابرز، وهتلاقوا منها صنادل، وهتلاقوا ممكن شريطة واحدة او شريطين، وفي منها برضو صابوهات كده هوت. تمام، نازلين موضة بطريقة رهيبة، وفعلا عمليين جدا، وبيخلوا شكل الرجل حلوة، سواء كان ارضي او كان بكعب، حلوين جدا وموضة جدا. ده الشوز دوت انا كنت جايباه من تاتاتيو. اوكي، عجبني جدا. انا بحب عموما السيلفر والذهبي، لان انا بحس ان هما بيليقوا على كل حاجه، يعني مش بيقيدوني ان انا لازم البسهم على حاجه معينه. وانا كمان عندي شنطه سيلفر، فدايما بحب يكون عندي شوز سيلفر وصندل سيلفر في الصيف، لان هو بيبقى حلو جدا. شكله عامل كده. تمام، ما فيهوش حاجه، هو سامبل قوي وواطي زي ما انتم شايفين، بس انا بحب الستايل ده جدا لان هو بيبقى شكله حلو على الرجل، وكمان لسه موضة يعني. فحبيت ان انا اجيب حاجة تليق على كل الحاجات برضو، فعجبني جدا من كتر رقته. كمان سعره ما كانش غالي، كان ب130،
فيعتبر سعره حلو جدا بالنسبة للأسعار الغريبة ان انا بقيت شايفاها في الشوزات الصيفي. فحلو جدا، وانصحكم برضو ان انتوا تجيبوا حاجة سيلفر تبقى عندكم، سواء كان كوتشي او تجيبوا باليرينا او تجيبوا صندل مفتوح او تجيبوا سليبر او صابون مفتوح. يعني هو فعلا بيليق على كل حاجة. وتابعوني برضو على انستجرام علشان تعرفوا ازاي بنوثق الحاجات دي. اخر حاجه انا جبتها دي مش حاجه جديده، هي حاجه قديمه شويه، جايباها من شهرين تقريبا. بس انا ما كنتش كلمتكم عنها قبل كده في مشترياتي. هو الكوتشي دوت. طبعا الكوتشي دوت نازل موضه جدا ومش هتكلم عنه كتير، لكن اكيد كل البنات يعني اكيد عندهم من الكوتشي ده. لازم يكون عندك كوتشي ابيض في الصيف او في الشتاء مش فارقه، لان تقدري تلبسيه على كل حاجه وبيبقى شكله شيك قوي. الزيادة بس في الموضة السنة دي ان الكوتشيهات زي ما انتم شايفين ان هي بقت مطرزة زي الهدوم برضو. فانا كان عجبني جدا لان انا كنت شفته اونلاين كتير وكنت بس خايفة ان انا اجيبه علشان المقاس. فالحمد لله انا لقيته. كنت جايباه من محل اسمه ايه انا مش فاكره بالظبط، بس كان في وسط البلد في القاهرة. بس بصراحة عجبني جدا. زي ما انتم شايفين تطريز وعامل كده من ناحية واحدة بس شيك قوي. واكيد لقيته الشوز دوت انا لقيته كتير اونلاين. حلو جدا في اللبس على فكرة، وبرضو ما بيقيدنيش ان انا البسه على حاجة معينة، ومريح جدا. الكوتشيات دي حلوة قوي ونازلة موضة بطريقة فظيعة. فانصح اي بنوتة بالذات البنات اللي بتسافر وفي الجامعة او بتشتغل بتقعد فترة طويلة او بتمشي فترات طويلة ان هي لازم يكون عندك كوتشي ابيض. بيبقى حلو جدا، تقدري تلبسيه على اي حاجة وعملي قوي ومريح وتحفة. فما تتنازليش ان انتي لازم يكون عندك كوتشي ابيض، لان هو مهم جدا جدا جدا. بحبه جدا وفرحانه قوي بجد ان انا لقيته جميل. وكنت جايباه بكام بقى؟ نسيت اقول لكم، كنت جايباه ب 200 جنيه. فطبعا سعره ولا حاجه بالنسبه للحاجات الجديده اللي نازله، ان انا مش عارفه سعرها اقل من مفيش حاجه اقل من 500 جنيه. فطبعا ده يعتبر تحفه قوي يعني. بجد يا بنات المحلات اللي هي اللي مش معروفه قوي اللي هي في وسط البلد لا عندهم حاجات لطيفة على فكرة، وكمان جودتها كويسة يعني مش وحشة. فانصحكم روحوا وسط البلد هتلاقوا حاجات حلوة قوي. نيجي بقى للشنط اللي انا جبتها. انا جبت شنطتين، شنطة سبورت علشان السفر وشنطة تانية كحلي. عايزة اكلمكم عن الموضة في الشنط الصغيرة. نازلة موضة جدا جدا، هي الكروس. محتلية الموضة السنة دي. الشنط الكبيرة دلوقتي ما بقتش موضة، حتى لما تنزلوا تشتروا هتلاقوا الشنط اللي حجمها صغير بقت اغلى، يا اما اغلى بكتير كمان على فكرة من الشنط الكبيرة. الشنط الكبيرة ما بقتش موضة. طبعا بس انا عن نفسي مش بحب الشنط الصغيرة زيادة عن اللزوم قوي، لان انا يعني في حاجات لازم تبقى موجودة في شنطتي. فانا عن نفسي لازم الشنطة تبقى الى حد ما معقولة ان هي تشيل حاجات. فانا عجبتني جدا الشنطة دي. زي ما انتم شايفين هي مسدسة كده شوية، ولما بتتشال بتبقى مربعة شوية، يعني لطيفة قوي، مختلفة. جلدها حلو جدا ولونها عجبني قوي. عجبني كمان فيها جدا الحزام ده زي ما انتم شايفين، لان قلتلكم ان الحاجات البدوي دي عموما الهاند ميد نازلين موضة قوي، وهتلاقيهم برضو يعني هتلاقي الالوانات دي موجودة في كل الشنط وكل الجزم، منزلين منها اشكال مختلفة. حلوة جدا وعملية قوي. ممكن تتشال كده، يا اما معاها كمان ايد كروس اهي. تمام. عجبني جدا ان هي فيها جيب من قدام وجيب من ورا ومن جوه زي ما انتم شايفين. اللي عجبني فيها كمان ان هي فيها شنطة كده من جوه، وجلدها حلوة قوي، قطيفة كده حلوة جدا. دي انا كنت جايباها من سورس. تمام. سعرها كام؟ دي كانت ب 300 جنيه. متتخضوش يعني، لانه ده بقى الطبيعي في الشنط الصغيرة. وكمان عجبني قوي الاكسسوارز دي، حلوة جدا، مدياها كده شياكة جميلة قوي مع الحزام ده. فبجد عجبتني. تعتبر معقولة الى حد ما بالنسبة لاسعار الشنط، وكمان جلدها حلو جدا ولونها جميل، هتليق على كل الجنسات. وبرضو تابعوني على انستجرام عشان تعرفوا انا ازاي هظبطها على الهدوم.
وكمان حجمها مش صغير قوي، يعني هقدر اشيل فيها حاجات، وكمان مختلفة، الديزاين بتاعها مختلفة. وكنت شفت منها كمان الوان تانية عند فرانكي فيش، عشان لو في بنات عايزين الوان تانية. عنده سورس موجود الاسود وموجود النبيتي وموجود الجملي، الوانها حلوة قوي. بس انا حبيت اجيب الكحلي علشان تمشي معايا على حاجات كتير. وبجد الحزام ده عجبني جدا. وكمان هتبقى حلوة جدا مع الصابون اللي هو بتاعي الجميل دوت اللي من بيكسي. وبرضه هوريكم ازاي تقدروا تلبسوا الحاجات دي مع بعض، لان هي فعلا دلوقتي هي الموضة. شنطة صغيرة، وتجيبي شنطة صغيرة مع تجيبي صابون زي ما انت عايزة، اي لون اي حاجة تقدري تلبسيهم مع كل الحاجات بتاعتك، مش هتبقي متقيدة، يعني لازم كل طقم تجيبيله شنطة او تجيبيله شوز معين، لان هما دول هيمشوا مع كل حاجة. اخر حاجة معايا في الفيديو دوت هي الشنطة دي. الشنطة دي برضو انا كنت جايباها من شهر او شهرين. دي شنطة سبور، انا بحب جدا اللون دوت، واول ما شفتها جبتها على طول علشان حجمها معقول قوي بالنسبة للسفر، وكمان جلد ولونها جميل، والديزاين بتاعها كمان عجبني قوي. شكلها عامل كده، وليها ايد زي ما انتم شايفين طويلة قوي كده، وعمليه جدا. انا بحبها جدا وانا رايحه الشغل وانا رايحه الجامعه، بتبقى حلوه قوي وبتشيل حاجات كتير وعمليه. وعلى فكره كمان بلبسها برضو وانا خارجه. بحب قوي دايما يبقى عندي شنط كاجوال عشان اقدر البسها على جينز مع كوتشي ابيض مع اي بيزك، بتفيدني جدا، لان انا كمان بحب اللون ده قوي ومش بلاقيه كتير في الشنط الكلاسيك، فعجبتني جدا. ولا لطيفه قوي وبتليق على حاجات كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات اللي جايه. هعمل لكم حاجات حلوه كتير، وهقول لكم على مشترياتي من الملابس الفتره اللي فاتت. وكمان تابعوني على الانستجرام، هتلاقوا حاجات حلوه كتير هتعجبكم. على صفحه الفيسبوك هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، واستنوني في كل الفيديوهات اللي جايه. باي باي.